لو أول مرة تتعلم بايثون فده أول كود هتكتبه، ودي أول خطوة في البرمجة. النهاردة هنتعلم برنت وإزاي الكمبيوتر بيفهمه. يلا نبدأ. في بايثون برنت هي الطريقة اللي بنستخدمها عشان نطبع بيها حاجات على الشاشة. تعالوا نشوف أول حاجة معانا. لو احنا كتبنا برنت، بعد كده فتحنا الأقواس وحطينا الكوتيشن أو علامات التنصيص وكتبنا جواها أي كلام، مثلا hello world. بعد كده عملنا رن او ان احنا نجرب الكود اللي احنا كتبناه ده، هنلاقي معانا ان هو كتب hello world هنا تحت. لو احنا عايزين نجرب حاجة تانية، مثلا لو انا عايز اعمل برنت وبعد كده افتح اقواس، بس انا مش هعمل هنا علامات التنصيص لان علامات التنصيص هو بيطبع اي حاجة جواها. طيب احنا ممكن نعمل عمليات حسابية، زي مثلا ان انا اقول 5 زائد 3، ولو عملت رن الاقيه بيطبع لي تحت 8. احنا ممكن نطبع برضو كلمات وعمليات حسابية في نفس الوقت. لو كتبت print بعد كده ما بين القوسين I have، أنا عندي، بعد كده كوما، الكوما هي اللي بتفصل ما بين الحاجات. بعد كده أكتب هنا مثلا 20 زائد 30، بعد كده كوما تاني، بعد كده أكتب ما بين علامات تنصيص أو الكوتيشن تاني apples. فلما أجي أرن ألاقي تحت إن هو طبع عندي I have 50 apples، وفي نفس الوقت طبع الكلمات المختلفة. وبكده نكون احنا فهمنا ايه اللي ممكن نستخدمه عن طريق كلمة برنت، وعملنا أول سطر كود. خلينا نجرب حاجات مختلفة. أنا هكتب لكم شوية أكواد عايزكم تجربوها وتقولوا لي هي بتشتغل إزاي. الكود ده والكود ده لما تجربوهم اكتبوا لي في الكومنتات هما بيعملوا إيه.